تقييمات لاعبي النادي الاهلي امام الوداد بعد الفوز 2-1. تعالوا نشوف بقى مين اللاعيبه اللي اتالقت ومين اللاعيبه اللي كانت نص نص ومين اللاعيبه اللي ما جاتش المباراه تماما. البدايه مع مصطفى شوبير. مصطفى شوبير صد كورتين مهمين جدا، فانا اديله 8 من 10. محمد عبد المنعم انا اديله 5 من 10 عشان الزيادات اللي بيعملها والمبالغه في المهاره اللي بيعملها محمد عبد المنعم. ياسر ابراهيم اديله 6 من 10. محمد هاني 5 من 10. علي معلول اللي بيقدم واحدة من أسوأ مبارياته سواء دفاعيا أو هجوميا، فللأسف 3 من 10 على علي معلول. مروان عطية من أقل مباراته مع النادي الأهلي فهديله 5.5 من 10. أليو ديانج كان كويس دفاعيا لكن برضه بيعيبه الميس باص الكتير، فبرضه هديله 5 من 10. حمدي فتحي كان أفضل لاعب في خط الوسط فيستحق إن هو ياخد 6.5. بيرسي تاو قدم مباراة كويسة جدا وأحرز هدف يستحق 7.5 من 10. حسين الشحات كان افضل لعيبه النادي الاهلي يستحق 8 من 10، صنع جونين وكان مؤثر جدا. كهربا برده ما كانش متالق لكن كون ان هو جاب جون يستحق ان هو ياخد 7 من 10. محمد شريف واحمد عبد القادر ما لحقوش لعبوا فمش هنقيمهم، لكن عايزين نقيم مارسيل كولر. مارسيل كولر على نتيجه يعني اداؤه في المباراه، وانا كنت شايف ان هو بيعمل تغييرات احسن من كده دفاعيا، فانا هديله 6.5 من 10. عايزك تنزل تكتب لي في رايك في الكومنتات ومين اللاعب اللي شايف ان هو ياخد تقييم اعلى من اللي انا قلته.